ليلة كان هينتهي فيها العالم حرفيا لولا كلمة لا اللي قالها القائد الثاني فاسيلي أرخيبوف سنة 1962. غواصة سوفيتية نووية اسمها بي 59. كانت الحرب العالمية الثالثة قامت والكوكب كله هيتمحي، والبداية كانت لما قربت مدمرة بحرية أمريكية عند الغواصة وابتدت إنها ترمي عليها براميل متفجرة عشان تجبر الغواصة إنها تطلع على سطح المية. ومع الوقت ده كان الاتصال بين الغواصة والعاصمة موسكو كان اتقطع كلي. وهنا ومع تهديد المدمرة الأمريكية أدركوا إن الحرب قامت بين السوفييت والأمريكان، وقادة الغواصة وقتها خدوا القرار وكان لازم يطلقوا الصواريخ النووية الموجهة لأمريكا. وفعلا وافق قائد الغواصة الأول والمستشار بتاعه والمستشار السياسي موافق برضه، ولكن القائد التاني للغواصة برغم الأجواء المتوترة اللي كانوا فيها وقتها صمم على رأيه، لأنه عارف إن لو وافق هي تكة زرار والعالم كله هينتهي. وعشان كده كان لازم يتصل بالقيادات في موسكو الأول عشان القرار ما فيهوش رجعة. وفعلا الغواصة قدرت إنها تهرب من المدمرة الأمريكية وطلعوا على السطح واتصلوا بموسكو واكتشفوا فعلا إن الحرب لسه ما قامتش. قرار القائد التاني اللي هو فاسيلي فعلا كان صح. من 16 ل 29 اكتوبر سنة 1962 كانوا 13 يوم فاصلين بنهاية العالم، أزمة الصواريخ الكوبية اللي كانت هتمحي الكوكب كله. انزل اعمل لايك وسبسكرايب وخلينا نعرف ايه حكايتها وقتها من الحرب النووية. طيب في البداية ايه علاقة كوبا اصلا بالصواريخ النووية؟ دي مجرد جزيرة صغيرة في البحر. هعرفك. حاكم كوبا وقتها واللي كان ديكتاتور اسمه باتيستا وكان حبيب الامريكان، لانه كان واهب 75% من اراضي كوبا للامريكان يعملوا فيها اللي هم يحبوه، يبنوا قواعد عسكريه هناك مثلا، والباقي كتر خيره سايبه للكوبيين. لغايه سنه 1959 كان في محامي صغير كوبي اسمه فيدل كاسترو وكان عايز يوصل لمنصب مهم في البلد زي البرلمان الكوبي مثلا. وطبعا وقتها الامريكان مش هيسيبوا راجلهم كده، فبداوا انهم يساعدوه في مقاومه الثوار وقمعهم. وهنا كاسترو عرف ان اللي مش هيجي بالذوق هيجي بقله الذوق، وهو كمان استخدم السلاح وفعلا اطاح بباتيستا. وطبعا الشعب كان شايف ان القائد اللي حرر بلدهم من الحاكم الديكتاتوري ده وحرر بلدهم برضه من سيطرة الأمريكان. ولحد كده الموضوع عادي جدا بالنسبة للأمريكان برضه، حاكم ديكتاتوري شعبه مش عايزه خلاص، خصوصا إنهم بلد الحريات طبعا. ولكن اللي ما كانش عادي إن كاسترو كان يساري وعنده توجهات شيوعية. معنى كده ان الاتحاد السوفيتي هيبقى ليه رجل في اراضي غربيه، خصوصا انه على بعد كيلومترات قليله لامريكا. هنا الرعب ضرب قلوب الامريكان، وكان القرار ان لو ايه حصل كاسترو مش هيمسك كوبا. وكاسترو نفسه كان عارف ده وعامل حسابه. فمين العدو الاول لامريكا؟ صح كده، هو الاتحاد السوفيتي. كاسترو وقتها راح لنيكيتا خروتشوف حاكم الاتحاد السوفيتي وطلب منه الحمايه والدعم. قال له عيون الاتنين، اللي انت عايزه هنعمله، بس معلش مفيش حاجه في السياسه ببلاش، وعشان كده عندي طلب صغير منك يا كاسترو. قال له طلباتك اللي انت عايزه، المهم تقف معايا قدام الامريكان. سنه 1949 كان في مشكله للاتحاد السوفيتي، وهو ان اوروبا اتحدت وعملوا حلف الناتو وبدعم امريكا طبعا. عشان كده هدفه الرئيسي هو مواجهه الاتحاد السوفيتي، ولو عرفوا يفككوه يبقى بركه. ومش بس كده، امريكا حطت صواريخ برؤوس نوويه في دول قريبه من السوفيت كمان زي تركيا وايطاليا. وهنا يجي الطلب الصغير اللي طلبه خروتشوف من كاسترو. اكيد انت عرفت ايه هو الطلب، وهو ان محدش يبقى ليه افضليه عن التاني. وقال له عايز يحط صواريخ هو كمان في اراضي كوبا. كاسترو قال له انا عندي وعدي، خد يا باشا اللي انت عايزه من البلد دلوقتي، كده كده هنتحاسب بعدين. ورجع كاسترو لكوبا يجهز القواعد العسكريه للصواريخ لحد ما يبعتوا الصواريخ، وبدات عمليه نقل الصواريخ لكوبا. وقتها الطيارات الاستطلاعيه الامريكيه رصدتها وتاكدوا انها صواريخ نوويه لما طبقوها باخر عرض عسكري حصل في السوفيت ولقوها نفس الصواريخ النوويه. بعد ما وصل الخبر لكينيدي اجتمع مع مستشاريه عشان يشوفوا حل للموضوع ده، وعرضوا عليه انه يحتل كوبا ولكن لازم يقصفها بالطيران الاول وتدمير القواعد اللي اتجهزت. بس الكلام ما عجبوش، قرر انه يقرص ودن بس، وهو انه يقضي على الشيوعيين في كوبا الاول. طب وده هينفذه ازاي؟ خصوصا ان ما ينفعش يعمل كده بجنود امريكان، لان ده هيبقى اعلان حرب يعتبر. وطبعا الاتحاد السوفيتي هيتدخل، ولو الاتنين كلامهم بقى بالرصاص فهتبقى حرب عالميه ثالثه. فكانت الفكره وهو انه هيبعت مجرمين كوبيين هربانين من قضايا في كوبا، والسي اي اي بنفسها هي اللي هتمرنهم على السلاح وزودوهم بالاسلحه اللازمه الامريكيه. ولكن الامريكان مش هيبقى ليهم علاقه بالموضوع، وبعتوا حوالي 1400 مواطن كوبي هربان من قضايا في كوبا عشان يحتلوا منطقه اسمها خليج الخنازير. وفعلا تحصل معركه هناك وتسمت بنفس الاسم ضد كاسترو وجيفارا اللي اتصدوا ليهم، وفشلت العمليه الامريكيه في احتلال الخليج واسروا حوالي 1200 واحد منهم، واعترفوا فعلا انهم اتدربوا على ايد المخابرات الامريكيه. فكينيدي وقتها شاف اللي حصل ده عيبه في حقه، ازاي يفشل في عمليه زي دي من تخطيطه. وبالرغم من انتصار كاسترو في المعركه دي كان عارف برضه ان الامريكان مش هيسكتوا، وكان متوقع ان في غزو اكبر هيحصل على كوبا.
وطلب من خروتشوف ساعتها انه يساعده يعمل ضربة استباقية على امريكا، وأمر سلاح الدفاع الجوي الكوبي بانه يضرب اي طيارة امريكية سواء كانت استطلاع او هجومية. المهم بعد معركة خليج الخنازير زادت عدد الطيارات الاستطلاعية طبعا عشان يشوفوا اخر التطورات، وفعلا وقعوا بعدها طيارة امريكية استطلاعية من طراز U-2 دراجون ليدي صاروخ S-75. وبعدها بحوالي 6 ساعات تكتشف البحرية الامريكية ان في غواصة سوفيتية موجودة بالقرب من السواحل الكوبية، وتبدأ ترمي عليها قنابل متفجرة تحذيرية عشان تجبر الغواصة انها تطلع على سطح المياه. وهنا طاقم الغواصة بدأوا ان هم يسألوا اكتر من سؤال، خصوصا ان الاتصال بينهم وبين موسكو اتقطع. السؤال الاول، هل الحرب قامت بيننا وبين الامريكان وعشان كده مفيش اتصال معاهم ومع موسكو؟ طب لو الحرب فعلا قامت المفروض نعمل ايه؟ ده احنا يا دوبك غواصة واحدة وهم اسطول. وهنا كان القرار اللي لازم ياخدوه في اسرع وقت، وهو انهم يوجهوا الصواريخ النووية اللي معاهم على الاسطول وامريكا كلها، وساعتها امريكا هترد بالنووي برضه، ووقتها لا هيبقى فيه خسران ولا كسبان والعالم كله هينتهي. وبسرعة اجتمع طاقم الغواصة اللي كانوا 3 عشان ياخدوا قرار ضرب النووي، وفعلا وافق القائد الأول للغواصة والمستشار بتاعه. فاضل رأي واحد بس اللي هو فاسيلي أرخيبوف عشان تكون المفاجأة بالنسبة لهم ويرفض ضرب النووي، لأنه كان حاسس إن في حاجة غلط. والمعروف إن في الجيوش أو في أي حاجة عموما إن القرارات بتتاخد بالأغلبية، ولكن في الحالة دي ما ينفعش أغلبية خالص حتى لو واحد بس هو اللي رافض. فالموضوع مش هزار لأن ده نووي، تكة زرار وتلتين سكان الكوكب هيتبادوا. وقتها مصير العالم كله كان في ايد الضابط ده اللي الحمد لله رفض، وبرغم الوضع اللي كانوا فيه كان ممكن مع التوتر اللي كانوا فيه كان ممكن يوافق ويقدروا بعد كده يهربوا من الاسطول الامريكي. المهم انهم قدروا يهربوا من الاسطول الامريكي وبقوا في منطقه امنه خلتهم يطلعوا على السطح ويتصلوا بالقياده في موسكو تاني. ووقتها عرفوا ان الحرب لسه ما قامتش. ترصد الطيارات ان عمليات بناء القواعد لسه مستمره، وده غير القواعد اللي اتبنت فعلا. كده خلاص مش فاضل غير الصواريخ النوويه تتحط في القواعد دي. وقتها الامريكان فعلا في خطر، لان مع وجود تواجد سوفيتي زي ده، مش اي تواجد، ده تواجد نووي، وساعتها خلاص مفيش حل غير دخول الجيش الامريكي كوبا ويحتلها عشان يلحق اي حاجه، والا الدنيا هتبقى خربانه معاهم. بس كينيدي رجع لعقله تاني وكان عمل هجوم عسكري بقواته الحقيقيه مش بشويه مجرمين كوبيين. كان هيدخل في صراع مباشر مع السوفيت، وده لو حصل هيلف في نفس الدايره وهتبقى نفس النتيجه. ورفضوا الهجوم العسكري على كوبا خلى بعض المسؤولين والمستشارين الامريكيين يوصفوه بانه خاين وجبان، وانه مش قادر يواجه السوفيت، بس برضه حب يعمل اللي في دماغه. طيب قالوا له هتعمل ايه؟ لا المفاوضات نافعه ولا الدخول العسكري نافع. فرد قال لهم معرفش، وما كانش عارف، ده مش تعبير مجازي، هو فعلا ما كانش عارف يعمل ايه. وقد كان وصلت اول دفعه صواريخ في 8 سبتمبر، وكانت صواريخ باليستيه متوسطه المدى. والدفعه الثانيه كانت يوم 16 سبتمبر، ده غير رصد الامريكان ل9 قواعد اتبنوا، 6 منهم لصواريخ من طراز SS-4، اما ال3 الباقيين لصواريخ من طراز SS-5. بعد نقل الصواريخ بالفعل على الاراضي الكوبيه، اجتمع كينيدي بعدها بشهر، كان تحديدا يوم 16 اكتوبر، هو و14 واحد من المسؤولين، وكان منهم روبرت كينيدي اخوه. وخلال اللجنه طلعوا ب5 قرارات. القرار الاول انهم مش هيعملوا حاجه ويسيبوا الدنيا تمشي زي ما تمشي، ده فعلا كان قرار وقتها. اما القرار الثاني انهم يضغطوا بشكل دبلوماسي على السوفيت عشان يشيلوا صواريخهم. والقرار الثالث انهم يقصفوا القواعد دي بالطيارات، بس كده هتبقى حرب برضه. اما القرار الرابع هو انهم يعملوا غزو عسكري كامل على كوبا. والقرار الخامس والاخير هو انهم يعملوا حصار بحري على كوبا باعتبار انها جزيره في البحر. والقرار ده فعلا هو اللي اتنفذ، ودعم القرار ده كمان وزير الدفاع الامريكي، بس ساعتها سموه حظر بحري مش حصار عشان تفرق شويه. المهم كانت الاوامر ان القوات البحريه الامريكيه تتابع اي سفينه داخله في سواحل كوبا، واي سفينه شايله اي نوع من الاسلحه هيتم منعها من الدخول. اما سفن البضايع عادي تعدي، بس في احتماليه ان ممكن يمنعوها بعدين. وساعد في القرار ده دول لاتينيه تانية زي الارجنتين اللي شاركت بمدمرتين بحريه وغواصه وفرقه مشاة بحريه و3 طيارات للمراقبه، وفنزويلا اللي شاركت برضه بمدمرتين وغواصه، وجمهورية الدومينيكان وفرت سفينة حراسة. حتى كولومبيا خدت تعليمات انها تحضر وحدات عسكرية وبعتت ضباط امريكا عشان يدرسوا الوضع هناك. امريكا حرفيا في الوقت ده غربلت المنطقة. كل ده حصل بعد مفاوضات. بمناسبة المفاوضات يعني خليني اقول لك ان حصلت مفاوضات سرية وقتها لما عرض واحد من الاستخبارات السوفيتية على صحفي امريكي مشهور وقتها اسمه جون سكالي، وطلب منه انه يتوسط بعلاقاته مع اصحابه اللي في وزارة الخارجية الامريكية لو عايزين يوصلوا لحل دبلوماسي، مقابل انهم يشيلوا صواريخهم اللي نقلوها لكوبا. وفعلا بعدها اتبعت خطاب من خروتشوف بنفسه للخارجيه الامريكيه، ووصفوا كينيدي وقتها انه كان خطاب عاطفي، بمعنى ان كان بيترجاهم للمفاوضات. وخلاصه الخطاب بيطلب ان الجيش الامريكي ما يعملش اي غزو على كوبا، مقابل انه مش هيبعت سفن مسلحه تاني، وهيسحب كل مستشارينه والخبراء السوفيت من كوبا.
وهنا أدرك كينيدي إن السوفيت ما عندهمش القدرات النووية الكافية برغم إنهم حطوا صواريخ بالفعل في كوبا، وده اللي خلى خروتشوف في موقف ضعيف خلال المفاوضات الرسمية، وهقول لك كمان شوية ليه. بعد الموال ده أخيرا كان لازم يتم حل الموضوع عشان يجي يوم 28 أكتوبر توصل رسالة من خروتشوف اتزقت من موسكو مفادها إن هيتم تفكيك كل الأسلحة اللي اتبنت في كوبا وهترجع تاني للاتحاد السوفيتي. طب مقابل إيه؟ مقابل إن كينيدي هو كمان يشيل صواريخه من تركيا وما يفكرش في احتلال كوبا. بس برضه خروتشوف خرج من الحكايه الطرف الخسران، لان ما حصلش اللي كان عايزه وما اتشالتش اي صواريخ من تركيا، وظهر للعالم كله كانه مذلول لان الاتفاق اللي بينه وبين كينيدي عن الصواريخ الامريكيه كان اتفاق سري، وده كان شرط كينيدي، وبالتالي الاعلام ما اتكلمش عن ازاله امريكا لصواريخ قد ما اتكلم عن فشل السوفيت في انهم يحطوا صواريخ. وبسبب ان الاجتماع كان بينهم سري فالاعلام ما نشرش ان امريكا كمان اتنزلت. كل اللي عرف ياخده هو وعد من كينيدي انه مش هيقرب لكوبا تاني، وكينيدي ظهر للشعب الامريكي انه قد وعده وانه واقف قدام التهديد النووي الروسي من غير ما يتنازل عن اي حاجه. الوحيد اللي خرج كسبان من الموضوع ده كله هو كاسترو، وده لان اولا ضمن ان الامريكان مش هيدخلوا بلده، وده اللي قوى نفوذه اكتر، ومن ناحيه تانية عرف ان كوبا هي الكنز اللي ممكن يستخدمه في تهديد امريكا، ده لو الاتحاد السوفيتي طبعا حب يحط صواريخ تاني في ارض كوبا. انت بقى شايف كان ممكن يحصل ايه لو القائد التاني الغواصه فاسيلي ارخيبوف كان وافق انه يطلق الصواريخ؟ وشايف مين طلع كسبان من الازمه دي؟ هتشرف بمتابعتكم.